المهم راح المعلم ده حط كيلو كده ورا، قال لي يا شوف برضه الصرف باين البنطلون غالي. تحس ان انا لامس الجلد عشان بقول له البنطلون غالي يعني. يا ابني في ايه يا ابني؟ يا ابني انت حد شيخ لك في حياتك؟ بس ما انا زهقت. زهقت ايه بس يا ابني؟ انت ازاي زهقان منك؟ انت اقسم بالله ما نافع في حاجه. طب ما انا تعبت، انا مش عارف اعمل حاجه. انت يا ابني انت ما ينفعش تعمل حاجه، انت تشتغل فاشل، هتمسك مدير في الفشل يا ابني. وانا ذنبي؟ انت ارتبطت ما نفعتش، اشتغلت ما نفعتش، عملت كل حاجه ما نفعتش. طب احكي للناس على حاجه دلوقتي، لما الواحد بيبقى قاعد وعصفوره او حمامه بتشخ عليه بتحصل فيه ايه؟ بتكسي. ده بيتفشخ. في مره كان قاعد انا وهو قاعدين جنب بعض بالظبط، لازم في كتف بعض، الحمامه تقريبا فصلت ما بيننا، شخت على كتفه. قلت له يا عم هتتكسي، قال لي الحمد لله. قام لا القميص بتاعه جاب نصين كده، كان في نص في الكرسي. فهو حظه وحش في كل حاجه. مره تانية هو فاكر ان كان مرتبط ببنت بقى 3 سنين، يا رب البنت دي تشوف الفيديو. البنت دي كان هو بيكلمها بتعشم فيها قوي بقى، وقعد يقول لي بص يا اسطى البنت دي بتموت فيا، انت عارف انا لو جيت بعدت عنها سنه كده ممكن ترمي نفسها من الدور الثاني. قلت له من الدور الثاني بس، طب مش هيحصل لها حاجه. فراح قال لي طب بص انا هوجع لك قلبها، فبيقول لي بس هنكشها بهزار بس انت اتفرج. فانا بتفرج، راح كتب لها في التليفون ايه، كتب لها بص احنا مش هينفع نكمل وانا لازم ابعد عنك. فراح بيجهز الرساله الثانيه بيقول لها عشان الدكتور قال لي لازم ابعد عن الحلويات. قبل ما يكتب الثانيه دي هو كتب لها انا مش هينفع لازم ابعد عنك وبتاع، راح كتبت له جت منك والله العظيم انا ما طايقاك اصلا، انا مستعملك بالعافيه بس عشان نعيش ما رضيتش. هو بيكتب بقى استني. طب مثلا في الشغل المعلم ده نزل يشتغل، ايه اللي حصل معاه بقى؟ اول ما نزل الشغل كده راح، اصلا الشغلانه ايه؟ الشغلانه دليفري. نازل بمكنه؟ لا. نازل بعربيه؟ لا. طب نازل بعجله؟ لا. امال هيشتغل بايه؟ برجلي. والله بقول هشتغل بايه؟ قال لي برجلي. قال لي انا هنزل واشتغل في رجلي في الاماكن القريبه وبتاع تمشيها، انت عارف ان انا بمشي وبحب الرياضه وبتاع. قلت له طب ربنا معاك يا اسماعيل. فالمهم المعلم نزل قعد ارن عليه انت فين يا اسماعيل؟ انا في الشغل. ارن عليه تاني يوم انت فين يا اسماعيل؟ انا في الشغل، عشان نصور فيديوهات. لا يا اسطى انا في الشغل يا اسطى معلش وبتاع. اسماعيل تعال نروح الجيم انا في الشغل. فالمهم المعلم جالي بعد شهر، فانا قلت خلاص ده جاي نازل من الكويت على هنا. فببص عليه فلقيته برضه هو مبسوط انه شغال. ف فرحت بقول له ايه يا عم تعزمنا على حاجه بقى؟ قال لي اقسم بالله ما معايا جنيه. بقول له ازاي يعني معكش جنيه؟ راح بيقول لي ما انا كنت شغال وبتاع. بقول له يا ابني انت مش كنت شغال على رجلك، ده انت المفروض تعمل فلوس قد كده، ولا في حرق بنزين ولا زي المكنه ولا الكلام ده. تخيل كان بيعمل ايه؟ كان بيركب بفلوس مواصلات يعني. ساعات كان بيدفع معاه، يعني مثلا هو جايب التوصيل ده وحق توصيله 10 جنيه اللي هو ياخدها، ساعات يبقى مواصلات 12 جنيه، يحط 2 جنيه من جيبه ويروح يوصلها. يركب مواصلات. طب انت شغال ليه؟ بيقول لي عشان ابويا وامي يبقى اسمي شغال، انا عند ابويا وامي كده انا شغال. حاجه تاني الوقت انا رايح مكان الاسانسير فيه مضمون، عمره ما عتل، يا رب عمره ما عتل على عيني، يعني بطلع بيه الدور ال 12 ما يعترش. فالمهم جه معايا مره، فاحنا المره دي انا كنت داخل فيها الدور الكام؟ الدور الاول، يعني طلع سلمتين كده، الادوار صغيره اصلا. فانا رايح فبيقول لي اسانسير، بقول له يا ابني احنا طالعين الدور الاول. بيقول لي انا هركب اسانسير مالكش دعوه. بقول له يا اسطى انجز يا اسطى احنا طالعين الدور الاول. بيقول لي يا عم انت مالك اطلع انت، انا اركب اسانسير واجي لك. قلت له يا عم طب براحتك. فانا مش واثق ان الاسانسير يحصل فيه حاجه وبتاع. فالمهم انا طلعت سلمتين كده لقيت واحد عمال اتاري الاسانسير محشور بين الدور الارضي والاول، يعني هي اصلا المسافه كلها طولي مرتين وهو اتحشر فيها، فهو نحس في كل حاجه، فواقف ويصرخ ويخبط يقول لي بموت. بقول له يا ابني انت شايف ايه؟ بيقول لي شايف طوب احمر. شفت دي نهايتي اكيد. بقول له يا ابني نهايتك ايه؟ طب اهدى. بيقول لي مفيش اكسجين، هو انت حافظ؟ يعني شوف الاسانسير عمره ما عيطل اهو وعيطل بيه. حاجه تاني المعلم ده رايح يقابل بنت، فالمهم هو قال لي البت دي يا اسطى بنت موت، انا لازم اروح اقابلها وبتاع، بس لازم انزل اشتري طقم جديد عشان دي بنت على الجد. قلت له يا ابني هتطلع قرعه زي البت اللي فاتت، انت قلت نفس الكلمتين دول ورحت لقيت البت شعرها بادئ من هنا. قال لي يا عم لا يا عم انا واثق في البت دي وبتاع، البت دي حلوه بجد وانا اعرفها ولازم انزل اشتري طقم واروح اقابلها. فالمهم المعلم ده راح نزل اشترى طقم موت. انا مش عارف هو اشترى طقم الساعه 2 بالليل ولا ايه. المهم المعلم ده اشترى طقم، اشترى بنطلون وتيشيرت، راح لبس البنطلون والتيشيرت ونزل يقابل البت دي. فكان ماشي معاها، راح قابله على الصاله، راح قال لها ثانيه اخش اجيب البتين عصير تيك اواي واجي لك. فقالت له البتين عصير ايه؟ قال لها تيك اواي. قالت له الله يرحم ابوك كان بيشرب، كان بيجيب الخرطوم بتاع الغساله كده وبيحطها، بس هي عارفه تاريخه برضه، هو باين عليه كلمه تيك اواي دي مش عارف يقولها. فالمهم هو قام اداها ظهره والبت دي ضحكت، مالت ضحك بقى. راح جاب العصير ورجع وهي تضحك، اداها العصير تشرب وتلف من كتر الضحك. طب يا بنتي مالك ضحكيني معاكي؟
اكيد شفت حاجه، حكيني معاكي. شفت ايه؟ طيب شفت حاجه على الفيسبوك؟ يا ريتها كانت على الفيسبوك. لا يا بنتي طب قولي حكيني والنبي. فالمهم ما رضيش تقول له ومشيت وبتاع وراح وجي وخلصوا خروجه. المهم المعلم ده خلص وجالي قال لي موت يا اسطى وجبنا تيكاتيه وجبنا عصير وخربنا الدنيا. قلت له جبت ايه؟ قال لي جبت عصير تيكاتيه. بيقول لي بس في عيب واحد. بقول له ايه؟ بيقول لي ساعه ونص بتضحك يا اسطى. اموت اعرف بيضحك على ايه ساعه ونص؟ في ايه ده حاجه ساعه ونص؟ المهم المعلم ده ففي ازازه ميه محطوطه وراه، لف يجيبها دقيقه كده ورجع. انا بصيت انا شفت بقى عرفت البيت بتاعك ليه. رحت قلت له يا اسطى انت قلت البيت ضحكت قد ايه؟ قال لي ساعه ونص. قلت له المفروض تضحك يومين. بيقول لي في ايه يا اسطى؟ وانا مش عارف ارد عليه من كتر الضحك برضه. يقول لي هو في ايه يا اسطى انت كمان بتضحك ونضاري مكتوب عليه نكته يا اسطى؟ التيشيرت حلو من ورا ولا؟ بقول له مش التيشيرت اللي حلو. بيقول لي امال ايه يا اسطى؟ وبدا يكشر بقى ويتضايق وبتاع. بقول له يا اسطى انت مش حاسس بهوا؟ بيقول لي ليه؟ المهم المعلم ده شفته البنطلون الجينز اللي هو جايبه جديد اصلا، البنطلون ده تجيبين من ورا كده، شفتوا بقى الفلقه اللي في النص دي؟ ما فيهاش خرم، الفلقه كلها مقطوعه، الفلقه البنطلون مفشوخ من ورا كده. فانا بقول له يا ابني انت مش حاسس بهوا؟ بيقول لي يا ابني ما انا حاطط مزيل عرق. ولا حاطط مزيل عرق في التوته. راح بيقول لي يا عم انت فضان انا هخش شخ. فراح لف كده وانا مش قادر اقول له برضه من كتر الضحك. هو كل ما يلف انا اضحك اكتر بقى. انت مش متخيلني المنظر. فبقول له على العموم انت مش مضطر تقلع بنطلون، ممكن تشخ جاهز كده. فمال سمج. رحت بقول له سمج. بيقول لي يعني ايه مش مضطر اقلع بنطلون؟ انا هشخ. بقول له ما انت عامل فتحه على طول. فبيقول لي يا اسطى انت عايز تهزر برضه؟ بقول له يا ابني انت مش حاسس بهوا؟ مفيش اي هوا داخل لك كده. مش حاسس باي ساعه خالص. فالمهم راح المعلم ده حط ايده كده ورا قال لي يا شوف برضه الصرف باين، البنطلون غالي. تحس ان انا لامس الجلد عشان بقول له البنطلون غالي يعني. قلت له جايبه من سوق الجمعه مش عارف. المهم راح المعلم ده راح حط له كده. بيقول لي يا اسطى يقول لي حاسه ده بجد. بقول له انت حاسس ايه؟ بيقول لي حاسس يعني زي ما هي طريه بس في شعر، اكيد البنطلون مش مهم نضيف مش هيبقى في شعر. فرحت بقول له لا هو فعلا في شعر يا اسطى. فراح بيبص كده فراح بيقول لي ده بيقول لي جت امتى دي؟ بقول له ما اعرفش يا اسطى والله. بيقول لي كل دي. بيقول لي انا عملت ايه ده؟ بيقول لي ده منشار مش هيعمل كده. بيقول لي انا قعدت على ايه؟ وانا قعدت اقول البت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ تلاقي مساعد يكلمني تاني. فالمهم راح دخل بيكلمها على الواتس وبتاع، بيخش عمال يبعت لها رساله، يبعت لها رساله ثانيه، يبعت لها رساله ثالثه، فمعموله صح. فبيقول لي يا تلاقيها نعست نامت من كتر الضحك. جه تاني يوم رساله 2 صح صح صح. جه تالت يوم يرن تي 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 ترن تي تي تي. راح رن لصاحبتها فبيقول لها هو منى فين؟ فقلت له منى مين؟ بيقول لها منى صاحبتك. قلت له منى بتقول لك مش عايز اعرفك.